بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المشاهدين متابعي قناة الرياضية الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم في فاس في أكادير داخل مملكتنا المغربية الغالية أو خارج أرض الوطن، أرحب بكم في هذا البث التلفزيوني الذي يأتيكم مباشرة من هنا من مدينة الخميسات، وبالضبط من ملعب 18 من نوفمبر. بالنسبة للمغرب الرياضي الفاسي أيضا خاض 3 مباريات، الأولى كانت بمدينة فاس وفاز على الوداد الرياضي بهدف مقابل شيء في هذه الأثناء. الحكم رضوان بودلل يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. ينطلق الشوط الأول وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا الفريقين. كنت أتحدث عن مسار المغرب الرياضي الفاسي لحد الآن في هذا الموسم الكروي لنادي حسنية أكادير تنفيذ من سفيان لمودن. كاتي يستقبل الكرة، كاتالوندي العرضية من كاتالوندي. حسنية أكادير يبدأ بقوة، الحكم طلب مواصلة اللاعب، كانت فرصة سانحة للتسجيل بالنسبة لنادي حسنية أكادير. كان قريبا من الوصول للشباك وكان قريبا من الوصول للمرمى. مرت الفرصة بسلام على مرمى الحارس صلاح الدين شهاب. فتنفيذ يوسف أنور في انتظار الضوء الأخضر من الحكم رضوان بودلل. تنفذ الركنية من يوسف أنور، الكرة في الشباك، يسكن الكرة الشباك، جول. الهدف الأول للمغرب الرياضي الفاسي. حمزة الجناتي قائد الفريق وعميد الفريق يسجل الهدف الأول للمغرب الرياضي الفاسي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء. ضربة رأسية لا تصد ولا ترد. الهدف الأول الذي يؤكد الإمكانيات الممتازة التي يتوفر عليها الفريق. هنا اللقطة، تنفيذ الركنية لم يكن مراقبا. تنفذ الكرة ثابتة من بدر الدين. البحث عن كاتي كاتالوندي. ابراهيم دحمون، ابراهيم يتقدم، ابراهيم يمرر الكره، ابراهيم عبد الله بوخنفر. تمريره رائعه من بوخنفر، كانت تمريره رائعه من عبد الله بوخنفر على طبق من ذهب. قدم الكره في اللقطه الماضيه لبخاش الذي لم يستثمر الفرصه بعد تصدي ممتاز من صلاح الدين شهاب. هنا بوخنفر بالمسطره والقلم، وصلت الكره لبخاش. كرة في وسط الميدان، حمزة الجناتي يمرر، يوسف أنور. الحكم طلب مواصلة اللاعب حمزة الجناتي من جديد. معتردي، فرصة للمغرب الرياضي الفاسي، تمرير للجناتي، حمزة التصويب، التدخل من بدر الدين. بدر الدين يتدخل في الوقت المناسب. هرماش آخر دقيقة، بل آخر نصف دقيقة متبقية خلال هذا الشوط. هرمش، البحث عن كابيلو، سي كانيونغ، تدخل من الدفاع. ابراهيم دحمون في منتصف الملعب في وسط الميدان. ابراهيم، من ابراهيم ايصال الكره ليونس العمالي، انطلق يبحث عن بخاش، يستلم الكره بخاش، يحاول المرور، يراقبه مهناوي، يراقبه مهناوي. العرضيه كان قريب من الكره عبد الله بوخنفر، عبد الله بوخنفر. وفي هذه الاثناء الحكم رضوان بودلل يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب الرياضي الفاسي بهدف أمام نادي حسنية أكادير، هدف مقابل شيء. هنا في مدينة الخميسات ينتهي الشوط الأول. ينطلق في هذه الأثناء بصافرة حكم الساحة السيد رضوان بودلل. ينطلق الشوط الثاني وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا الفريقين. على يمين الشاشة المغرب الرياضي الفاسي، على يسارها نادي حسنية أكادير. كل فريق سيبحث عن تقديم أفضل المستويات وأفضل العروض خلال هذا الشوط الثاني. تعرض للإصابة يوسف أنور. نتمنى السلامة ليوسف أنور، تعرض لإصابة على ما يبدو قوية في اللقطة الماضية. ياسين الرامي ينطلق بالكرة، ياسين يمرر، سفيان المدن ما زال محتفظا بالكرة. هنا بخاش بقدمه اليمنى، العرضية من بخاش بدون أي متابعة،
تأتي المتابعة من برايم دحمون، طبعا متأخرة كثيرا. كاتي اسقط، كاتي اسقط في منطقة الجزاء. كاتي كاتالوندي. الحكم يطلب إجراء التغييرات في هذه الأثناء. هنا اللقطة اللي اسقط فيها كاتي كاتالوندي. انتظار تنفيذ الكرة الثابتة. سيميلو، العودة لطريق أستيتي، تمريرة طويلة، محاولة بدوي. البدوي مازال محتفظا بالكرة في منطقة الجزاء. التسديد، الهدف الثاني جول محمد البدوي، يسكن الكرة الشباك، يسجل الهدف الثاني للمغرب الرياضي الفاسي. هدف الفوز، هدف الانتصار، هدف النقاط الثلاث. مجهود كبير بذله محمد البدوي في اللقطة الماضية، في الفرصة الماضية. هنا اللقطة، هنا الإعادة، هنا البدوي، هنا المراوغة، هنا التسديد. تصبح النتيجة هدفان 2. الحكم يعود لشاشة الفار من أجل متابعة اللقطة الماضية. هل سيلغي الهدف رضوان؟ إذن حكم الساحة رضوان يلغي الهدف الذي سجله البدوي. يعلن عن خطأ، كرة ثابتة لفائدة ولمصلحة نادي حسنية أكادير. بدر الدين بعير ينفذ الكرة الثابتة. فرصة في هذه الأثناء. حكم الساحة يعلن عن نهاية اللقاء بفوز المغرب الرياضي الفاسي بهدف مقابل شيء أمام نادي حسنية أكادير هنا بمدينة الخميسات ليحصل على النقاط الثلاث.